منتخب كبير آخر سبق وأن فاز بكأس العالم عليه أن يلعب بعد ذلك في الملحون في المرمى دارميان بارزالي بونوتشي، والضيف الجديد سبيناتزولا ديفيد سيلفا وجوردي ألبا. هذه عناصر طبعا خبرة كبيرة في المنتخب الإسباني. لا يكون الأخير، الوضع الطبيعي لا يكون الأخير في القارة الأوروبية. هذا الرجل القادم من أمستردام ودولي منذ عام 2006. إسكو انيستا مرة أخرى في المكان السليم. هذا ديفيد سيلفا، وهذا الإيطالي شوف عندما وضع جسمه بهذه الطريقة هو من أجبر دي روسي في كلاسيكو السوبر الإسباني عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. كرة تلعب ولكنها عالية من سيرخيو راموس، تذهب بهذه الصورة. هذا التهديد الأول المباشر في 4 من برشلونة. شوف القسمة حتى على مستوى منتخب إسبانيا عادلة دائما، انطلاقة وصافرة، والأخطاء بدأت تكثر يا الطليان، الأخطاء بدأت تكثر، وبونوتشي منذ الآن كبيرة وربما عربية، لكن هذه ضربة حرة مباشرة. إسكو قوية، جول جول. إسكو في البرنابيو، إسكو في البرنابيو يشعلها منذ البداية، منذ البداية. إسكو في البرنابيو لمنتخب إسبانيا يتقدم بهدف من ضربة حرة مباشرة في غاية الروعة وغاية الدقة وغاية الجو. 80 مباراة دولية. هذه محاولة من جانب دارميان، تأتي محاولة خطيرة. الله الله، أول ردة فعل وبصعوبة ويفقدونها بسهولة، وهذه النقطة الواضحة في المباراة. واسبانيا كانت قريبة من جانب كارفاخال لواحد من رجال الشوط الأول انيستا، وهذا رجل الشوط الأول. إلا رجل المباراة، ليس فقط رجل الشوط الأول وإنما رجل المباراة. يا هذا يا إسكو، ما هذا يا إسكو، هدفين في مرمى إيطاليا. مدريد يلعب مع دييغو سيميوني ويلعب مع طبعا لا يمكن أن تقلد في تاريخ كرة القدم. هذه محاولة كرة لخارج أرضية الملعب من جانب كاندريفا في الكرة الماضية. جيل في كان جميل، ولاحظوا التدخل الجميل كذلك من جانب بوفون من أمام داني. جميلة لمنتخب إسبانيا، تأتي العرضية، جول جول. هدف ثالث لإسبانيا في مرمى الطليان، هدف إسباني ثالث في مرمى الطليان. وماذا عساه أن يفعل، ماذا عساه أن يفعل المدرب الكبير فنتورا. إسبانيا نعم، إسبانيا تضرب بقوة، وإسبانيا تسجل ثلاثية في مرمى الطليان.